كولر لدي هارد يوجد به 3 مباريات لريال مدريد ونطمح في الفوز بهذه المباراة. نريد أن تفكر الجماهير الأهلي في نفس تفكير الجهاز الفني للفريق، وأن تكون المباراة القادمة هي الأهم، وبعدين ننظر للقادم. ليست هذه هي المرة الأولى خارج مصر نرى دعم الجماهير، ولكن لم أرى دعم مثل دعم الجماهير المغربية في مونديال الأندية. كولر يعادل إنجاز موسيماني مع الأهلي ويصل للمباراة 22 بدون تعرض للهزيمة. الأهلي نسعى للتعاون مع سوشيال ميديا ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مثل ما حدث في مباراة بايرن ميونخ قبل عامين. وزارة الرياضة: من الصعب إذاعة مباريات الأهلي وريال مدريد يوم الأربعاء المقبل بسبب الحقوق التي تمتلكها بعض القنوات. المباراة ستكون متاحة على البث الأرضي لقنوات تايم سبورتس الأرضية، ويمكن لأي منزل في مصر مشاهدة هذه المباراة بسهولة. المتحدث الرسمي لريال مدريد بعد سؤاله عن احتمالية كريم بنزيما في نصف نهائي كأس العالم للأندية وميليتاو: لقد خضع اللاعبين للكشف الطبي وأظهرت الفحوصات أن الثنائي يعاني من إصابة صغيرة وطفيفة، لكن مع الرغم من ذلك يبدو أنهم لن يستطيعوا اللحاق بهذه المباراة أمام النادي الأهلي. وأيضا فاسكيز تعرض للالتواء في الكاحل مؤخرا، وهازارد تعرض للإصابة على مستوى الركبة اليسرى، والثنائي لن يتواجدوا في قائمة الفريق الذاهبة لكأس العالم للأندية. رابطة الأندية تحدد 21 فبراير موعدا لمباراة الأهلي وأسوان في الدوري، و28 من نفس الشهر مباراة الأهلي والداخلية، و7 مارس موعدا لمباراة الأحمر أمام المقاولون. اتحاد الكرة يقرر إقامة النسخة الجديدة من كأس الرابطة من الفترة من 13 حتى 30 مارس أجندة الدولية، بعدما أهدر أحمد القندوسي لاعب النادي الأهلي ركلة الجزاء الأخيرة خسر أمام السنغال في أفريقيا لمحليين بركلات الترجيح. الأهلي يمنح أحمد القندوسي راحة حتى نهاية الأسبوع الحالي بعد انتهاء أفريقيا لمحليين، واللاعب يفكر سفر إلى المغرب لدعم زملائه في مباراة ريال مدريد. رابطة الأندية تؤجل مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بسبب ارتباط الأهلي بمواجهة في دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز في نفس الموعد. اتحاد الكرة يحول $9,000 لكاتر بيرغ بعد تسوية مستحقاته. سيد عبد الحفيظ: بعد مباراة سياتل للعام الثالث على التوالي ينجح الأهلي في التأهل إلى نصف النهائي كأس العالم للأندية. منذ عامين واجهنا بايرن ميونخ، وفي هذه النسخة سنواجه ريال مدريد. سامي قمصان: بعد مباراة الأمس أهنئ الجهاز الفني والجماهير على الفوز والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية. اللاعبين بذلوا مجهود فني كبير داخل المباراة، والتغييرات كولر أحدثت الفارق. كل ما يقال عن تجميد سافيو غير صحيح، اللاعب كان له دور كبير معنا في الفترة الأخيرة، وبعد الإصابة لم يعد بنفس الجاهزية البدنية، لكنه تحسن الآن ويمكنه أن يساعدنا في مباريات الدوري. كل مباراة لها ظروفها الخاصة، شاهدنا كثير من المباريات لسياتل وكنا نعرف أنهم لن يصلوا لكامل الجاهزية البدنية وأنهم لم يلعبوا لفترة طويلة. مدرب سياتل بعد الخسارة من النادي الأهلي: نحن لا نضع أعذار، ولكن في منتصف موسمه، لكن الأهلي في منتصف موسمه تقريبا هذا منحهم أفضلية. أعتقد أننا كنا منظمين للغاية، والهدف قادهم إلى التأهل، وهذا كان من سوء حظنا. البوسكيس مدرب ريال مدريد السابق: تاريخ النادي الملكي في بطولة كأس العالم للأندية يعطيه الأفضلية في مباراة الأهلي القادمة. ريال مدريد سيفتقد لاعبين مهمين في هذه المواجهة، ولكن رغم الإصابات ريال مدريد لديه الأفضلية. الأهلي يطمئن جماهيره بسلامة الكابتن محمود الخطيب بعد تعرضه لنزلة برد شديدة بالأمس وارتفاع درجة الحرارة. معاناة ريال مدريد في الجبهة اليسرى واعتمادهم على كامافينجا لتعويض غياب مندي للإصابة هو أول الأمور التي يدرسها كولر في معسكر الأهلي في المغرب ليوضح طريقة لاستغلالها في مواجهة الريال. كولر يدرس إعادة حسين الشحات مجددا في مباراة ريال مدريد من جديد بعد خروجه من الحسابات تماما في مباراة سياتل. كولر يتابع مواجهة ريال مدريد وريال مايوركا عصر اليوم الساعة 3 عصرا مع باقي أعضاء مجلس الفني لوضع كل كبيرة وصغيرة قبل مواجهة ديربي القرن. كولر يؤكد للاعبي الأهلي مواجهة ريال مدريد لن تتكرر كثيرا، وعليهم استغلال هذه المباراة لإظهار قدراتهم للعالم أجمع. خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة يقرر بشكره للجماهير المغربية الداعمة بشكل قوي للنادي الأهلي في مونديال الأندية. محمود الخطيب يؤكد في ثقته للاعيبة الأهلي والجهاز الفني بلا حدود، وأن ما تحقق خلال المباريات السابقة يزيد من مسؤولياتهم اتجاه ناديهم وجماهيرهم التي تقف خلفهم في كل المناسبات. ويؤكد مما تبقى خلال البطولة يحتاج إلى جهد كبير والمزيد من التركيز للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال. ده كانت أخبار النادي الأهلي النهاردة. هنزل على طول أخبار النادي الأهلي، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو ده لأن أنا تعبت فيه الصراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.